السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في عالم إسراء DIY. وحشتوني جدا جدا. متخيلين إن أنا عملت لابوبو بإيديا؟ أيوة زي ما انتوا سامعين كده. بصراحة عمري ما كنت أتخيل إن أنا أعمله، لأن كنت بخاف من شكله جدا، وتقريبا أنا البنوتة الوحيدة اللي كانت بتخاف من ترند لابوبو. بس لما جربت إن أنا أعمله من صلصال الفوم بصراحة طلع شكله كيوت زي ما انتوا شايفين كده. ولما جربت ان انا اعمله بايدي الفكره اختلفت خالص، وتحولت من خوف لحماس، فقلت خلاص لازم اعمله معاكم وتشوفوا الطريقه بنفسكم، خصوصا ان في ناس كتير بتشتريه باسعار خرافيه. فقلت ليه لا اعمله بنفسي باقل سعر كمان وبطريقه سهله وبسيطه، وكمان تقدروا ان انتوا تعملوها بكل سهوله. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الطريقه ازاي. ويلا بينا نبدا ونشوف الادوات اللي هنحتاجها. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها وفعلي زرار الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار مني بكل جديد انا بقدمه، واعملي لي لايك حلو زيك. وطبعا عارفه ان المتابعين الحلوين هيحطوا اللايك قبل ما نبدا الفيديو. يلا بينا على الادوات. اول حاجه نحتاج صلصال فوم، وده باكت متوفر كده في اي مكتبه، عباره عن 12 لون، بيكون مع ادوات التشكيل. كمان هنحتاج ميداليات ستانلس من اي محل خردوات، وكمان المسامير الصغيره دي اللي بنثبت بيها الميداليه نفسها، اللي هي الحته المعدنيه بتاعه المفاتيح. وكمان هنحتاج فرشه زي دي او فرشه اسنان عشان نعمل الفروه بتاعه لابوبو. واخر حاجه نحتاج ورنيش شفاف او طبقه حمايه، ممكن نستبدله بمناكير شفاف. ودي كل الادوات، ويلا بينا نبدا. وعلشان نعمل اي لابوبو باي لون مختلف لازم يكون معانا 3 الوان اساسيه هنعمل بيها وش اللابوبو، وهي اللون البيج واللون الابيض واللون الاسود، علشان نعمل وش اللابوبو والاسنان المرعبه بتاعته. والالوان الاختياريه اللي هنعمل بيها جسم اللابوبو لبني او موف او اي لون انتوا بتحبوه. انا بصراحه اخترت لون الموف عشان اعمل بيه اللابوبو. طلعت بقى كده صلصال الفوم كله اللي باللون الموف بالشكل ده، وعملته على شكل كرة كبيره، وهقطع منها كده جزء صغير عشان اعمله دماغ اللابوبو. عملت بقى كده كرة صغيرة من صلصال الفوم الموف، وبأداة التشكيل دي كده بنعمل تجويف بسيط كده في النص، وبعدين بإيدينا كده بنبدأ ان احنا نشكلها كده بحيث ان يبقى في فراغ كده للقطعة اللي هي باللون البيج اللي بتكون في دماغ اللابوبو. وبعدين جبت كده كرة صغيرة من الفوم باللون البيج وعملتها على شكل كرة كده، وابدأ ان انا اسويها كده وانعمها. وبعد كده بقى هنحط الكرة البيج دي كده جوه التجويف اللي عملناه باللون الموف علشان تبقى دماغ اللابوبو بالشكل ده. وهبدأ ان انا اضغط عليها كده عشان وش اللابوبو يبان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بيبقى وشها كده باللون البيج، وطبعا جسم اللابوبو او الدماغ بتبقى بأي لون مختلف. هبدأ بقى ان انا احطها على جنب كده، وهجيب كده تانية قطعة صغيرة من الصلصال اللي باللون الموف، عملتها كده على شكل اسطواني، وهبدأ ان انا اقسمها بالنص بالشكل ده. بقوا 2 كده قد بعض زي ما انتوا شايفين عشان هنعملها كده ودان لللابوبو. هنبدأ بقى بأداة التشكيل كده نعمل تجويف كده جوه ودن اللابوبو بالشكل ده، وبقطعة فوم باللون البيج كده هندخلها جوه التجويف بالشكل ده كده، ونبدأ نظبط الودان. وبرده في الودن التانية بالشكل ده هنحط كده قطعة فوم باللون البيج جوه التجويف ده، وبعد كده هنظبط برضو كده بايدينا بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. ولو الصلصال عندكم نشف كده زي ما حصل معايا، بنحط كده نقطة مية بسيطة، وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل كده فراغ بأداة التشكيل دي علشان ندخل فيها كده ودان اللابوبو بالشكل ده. طبعًا ميزة الصلصال الفوم اللي هو بيلزق مع بعضه من غير أي لزق أو أي حاجة، بس إحنا لما بيكون السطح ناشف معانا شوية بنحط كده نقطة مَيّة علشان ندوب بس المكان، ونخليه كده سهل وسلس معانا إن يركب معاه أي حاجة. باضبط بقى الودان كده بأداة التشكيل دي كده، وبادمجها كده في الدماغ عشان لما تنشف ما تبقاش واقعة مني، وتكون ثابتة معايا. هنكمل بقى تفاصيل الوش بتاعت لابوبو. جبت كده قطعتين صلصال فوم باللون البيج، وبدأت ان انا اعملهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كأنهم الحواجب بتاعت اللابوبو او الرياكشن اللي هو بتاع اللابوبو اللي هو متعصب كده او غاضب. وثبتهم على الوش بالشكل ده كده. طبعا هي الإضاءة عندي عشان البيج طبعا مش باين دلوقتي، بس هيبان لكم دلوقتي الشكل بالظبط. بعد كده جبت قطعتين صلصال فوم كده باللون الاسود، وبدأت ان انا اكورهم كده بالشكل ده واضغطهم بالأداة دي كده علشان اثبتهم كده تحت الحواجب بتاعة لابوبو كده علشان تبقى العيون بتاعته. بعد ما حطيت العيون كده هبدأ بقى ان انا كده اثبتها بأي أداة تشكيل عندي عشان تلزق كويس وتثبت معايا. بعد كده جبت قطعة فوم باللون الأبيض، وبدأت أعمل نقطتين صغيرين كده كأنها لمعة العين. عملت كده 2 في العين دي و2 في العين التانية بالشكل ده كأنها إضاءة كده للعين. وبرضه هثبتهم كده واضغطهم بأي أداة تشكيل معايا بالشكل ده. بعد كده بقى جبت أداة التشكيل دي كده، وبدأت ان انا احدد مكان لبق لابوبو، احدد كده شكل الابتسامة بالشكل ده كده كأني بعمل تجويف كده كأنه قوس من تحت العين اليمين لحد تحت العين الشمال كده. وببدأ بقى ان انا اجيب كده اللي هو صلصال الفوم اللي باللون الاسود، وابدأ ان انا اعمل كده تحديد لشكل البق، وهبدأ ان انا كده اثبته جوه التجويف اللي عملناه كده
بالشكل ده علشان تبان الابتسامة بتاعته الشريرة كده. وطبعا لسه هنعمل الأسنان الشريرة بتاعته. بدأ شكله طبعا يظهر قدامكم وسهل جدا وبسيط بجد، مش بياخد أي وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده ثبت كده الصلصال الفوم اللي باللون الأسود كده مكان فم لبوبو بالشكل ده. وبقطعة صلصال فوم باللون الأبيض هبدأ بقى إن أنا أعمل مثلثات صغيرة جدا، حوالي 5 أو 6 كده، على حسب ما انتوا حابين أو على حسب حجم وش اللبوبو اللي انتوا عاملينه. ممكن ياخد معاكوا 5 أسنان أو ممكن ياخد 6. عملت كده باجيب كده الكورة وباكورها بسيط خالص وباضغطها من فوق كده، بحيث إن هي تبقى شبه المثلث كده أو الأسنان بتاعة لابوبو الشريرة. وبأداة التشكيل كده بابدأ إن أنا أثبت سنة سنة كده على الابتسامة بتاعة لابوبو. ويخليني كده واحنا بنثبت الأسنان بتاعة لابوبو على الشكل، أقول لكم إن أنا أول فيديو على القناة يعتبر كنت عملت 3 أفكار من صلصال الفوم، وكانوا 3 ميداليات أحلى من بعض بجد. كان ميدالية دونتس وميدالية يونيكورن وميدالية على شكل آيس كريم. هسيب لكم لينك الفيديوهات دي طبعا في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت عشان تشوفوهم بعد ما تخلصوا الفيديو ده. ولو وصلتوا للدقيقة دي ونسيتوا تحطوا اللايك بتاعكم، فياريت تحطوا لايك حلو زيكم كده عشان تشجعوني إن أنا أقدم لكم كل جديد. وكملوا معايا الفيديو للآخر عشان بعد ما نخلص ميدالية اللبوب والقمر دي كمان هقول لكم على استخداماتي ليها بعد ما خلصتها. نرجع بقى لتفاصيل وش اللبوب والقمر ده. بعد ما خلصت كده تفاصيل الأسنان بدأت كده بالقلم الماركر اللي باللون البينك ده، وبدأت إن أنا أعمل خطوط كده على الوش بتاع اللبوبو. وده كده بقى شكل وش لابوبو بعد ما ضفنا الخدود. هبدأ بقى ان انا اجيب كده الفرشة دي وهبدأ ان انا اعمل تأثير اللي هو الفروة بتاعة اللابوبو. بعد كده بقى اجيب المسمار بتاع الميدالية اللي بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا اثبته كده في نص دماغ اللابوبو ما بين الودان كده بالشكل ده كده، علشان هنثبت فيه الميدالية بعدين. هحطه بقى على جنب وهبدأ بقى ان انا اعمل جسم اللابوبو. جبت كده كرة باللون الموف وبدأت ان انا كده بالفرشة ابدأ ان انا اعمل عليها كده تأثير اللي هو الفروة بتاعة اللابوبو بالشكل ده. بعد كده بقى بإيديا بابدأ إن أنا أضغط كده على الجزء اللي فوق ده كده بطرف صباعي من فوق كده، بابدأ إن أنا أعمل كده زي ضغطة كده خفيفة، وبعمل كده قاعدة من تحت علشان أحاول أشكل جسم كده اللبوبو من قدام ومن ورا بالشكل ده، بحيث إن هي يكون شكلها مستطيلة كده، وفي نفس الوقت إن يبقى ليه مكان كده للدراعات زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت الدبوس الإبرة ده وهبدأ إن أنا أثبته على الجسم من فوق بالشكل ده، وبالفرشة دي كده بابدأ إن أنا أعمل تأثيرات الفروة بتاعة اللبوبو بالشكل ده كده تاني. وباضغط كده كويس حوالين الإبرة دي كده علشان تبقى ثابتة معايا كويس لما اثبت عليها دماغ اللبوبو. الحركة دي مهمة ان هي تثبت معاكوا الشكل كويس، وكمان لما بتنشف بتبقى كده ثابتة معاكوا اكتر. سواء بنعمل شخصيات من صلصال الفوم او بعجينة السيراميك، الحركة دي بتفرق جدا في الشخصية وبتخليها ثابتة جدا. وده كده بقى شكلها. هنحطها بقى على جنب كده وهنجيب كده قطعة صلصال فوم باللون الموف وهنقسمهم لأربع أجزاء. وكمان هنجيب قطعة صلصال فوم باللون البيج وهنقسمهم برضو لأربع كور صغيرين بالشكل ده علشان نبدأ ان احنا نعمل الدراعات والرجلين بتاعة اللبوبو. اول حاجة بقى هجيب كده الدراعات شكلتها كده على شكل اسطوانة صغير بالشكل ده، وببدأ ان انا كده اسويها كده. وبأداة التشكيل دي كده هبدأ ان انا اعمل تجويف كده من جوه في الطرف دوت علشان ادخل فيه الايد بتاعة اللبوبو. هجيب بقى قطعة فوم كده باللون البيج وبأداة التشكيل كده هبدأ ان انا اعمل خطين كده بالأداة التشكيل دي كده زي ما انتوا شايفين، وبضغطها بايدي كده عشان تبقى بالشكل ده كأنها زي ايد الأرنب كده. وهبدأ ان انا اثبتها في التجويف الموف اللي هو في دراع اللبوبو بالشكل ده، واضغط عليها كويس كده بحيث ان هي تبقى معايا الدراع. وبالفرشة دي كده هبدأ ان انا اعمل تأثير كده الفروة. ده كده بقى شكلها. هبدأ بقى اثبت الدراع ده كده على جسم اللبوبو، هبدأ ان انا ألزقه كده تحت الدماغ على طول كده بالشكل ده وادخله لجوه. بعد كده هنكرر نفس الخطوة في الدراع التاني. هنجيب كده قطعة صلصال فوم باللون الموف وبأداة التشكيل كده هنعمل تجويف كده في الدراع بالشكل ده علشان ندخل فيه الإيد الصغيرة بتاعة اللبوبو. هبدأ بقى ان انا اجيب كده قطعة فوم باللون البيج تاني اضغطها كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اعمل فيها كده خطين كده في نص الدايرة بالشكل ده كده عشان تشكل شكل الإيد كأنها زي إيد الأرنب كده. وهبدأ ان انا برضو اسويها كده، وبالفرشة دي هبدأ ان انا اعمل عليها تأثير الفروة. وهنثبت الدراع التاني بنفس الطريقة. بعد ما ثبت الدراعين بالشكل ده كده لنا حرية الاختيار ان احنا نعمل الدراعين مفتوحين زي الميدالية الاولى اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، او ان احنا نضمهم على بعض. انا حبيت ان انا اضم الايدين كده على بعض عشان يبقى فيه اختلاف كده في الميدالية وما يكونوش الاتنين شبه بعض، فلزقت الايدين كده بالشكل ده. هنحطها بقى كده على جنب وهنعمل بقى الرجلين. جبت كده كورتين باللون الموف وهبدأ ان انا اعملهم كده تأثير الفروة برضو بالفرشة دي بالشكل ده عشان هتبقى الرجلين بتاعة اللبوبو. وبدأت ان انا كده اعملهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين.
وبالصلصال الفوم اللي باللون البيج كده عملتها على شكل اسطواني شوية وضغطتها ضغطة بسيطة كده، وهبدأ ان انا اعمل برضو فيها خطوط كده في الرجلين علشان تبقى رجل اللبوبو كده شبه رجلين الارنب برضو. والقطعة التانية باللون البيج برضو عملتها بنفس الشكل ده كده. خطواتها سهلة جدا وبسيطة واي حد يقدر يعملها. بعد ما شكلتها كده وظبطتها كلها هبدأ بقى اجيب اللبوبو كده وهبدأ ان انا اثبت عليه الرجول. هجيب بقى الكرة الاولى دي كده وابدأ ان انا اثبتها بالشكل ده هنا كده، والكرة التانية دي هبدأ ان انا اثبتها الناحية التانية بالشكل ده واضغطها بايديا كده، وكأن يعني اللبوبو قاعد يعني. وبأداة التشكيل كده بدأت ان انا اعمل زي فراغ كده وفي نفس الوقت بثبتها في جسم اللبوبو. وبعد كده جبت رجل اللبوبو اللي باللون البيج كده وثبتها على القطعتين اللي باللون الموف بالشكل ده. واي تفاصيل كده بنحاول نثبتها كده ونبرزها بالأداة التشكيل كده عشان لو هي راحت مننا واحنا بنضغط على الشكل. وده كده بقى شكلها. لسه ما خلصناش، اخر خطوة معانا بقى هنجيب كده الكرة اللي باللون الموف دي كده وابدأ ان انا اعمل لها تأثير الفروة بالشكل ده، وهثبتها كده في ظهر اللبوبو عشان تبقى الديل بتاعة اللبوبو بالشكل ده كده شبه الكرة بتاعة الأرنب برضو. وده بقى شكلها كده بعد ما خلصنا وركبنا الميدالية. آخر مرحلة بقى معانا هنحط كده طبقة ورنيش شفاف عشان تحافظلي على الشكل من الأتربة ومن المية. ممكن تبدلوها بالمونوكير الشفاف. ترى وده شكلها النهائي بعد ما حطينا لها طبقة الورنيش. بجد طلعت شكلها تحفة، ودي كانت النتيجة النهائية لميدالية لابوبو النهاردة. بصراحة طلعت أحلى بكتير مما كنت متخيلة. شكلها كيوت جدا ومليانة تفاصيل لذيذة وكمان ما بتاخدش أي وقت. بجد تحفة، لازم تجربوها. تقدروا بقى تعملوها بالألوان اللي تحبوها، كمان تقدروا تعملوا منها مشروع أو تعملوها هدية لأي حد بتحبوه. ولو انتوا فعلا هتستخدموها كمشروع فهي مش هتكلفكم أقل من 100 جنيه حرفيا. بجد فكرتها حلوة جدا وتنفع مشروع او هدية او اي حاجة انتوا حابين ان انتوا تستخدموها. تعالوا بقى اما اوريكم استخدمتها ازاي وطلعت شكلها تحفة. اول حاجة استخدمتها كميدالية مفاتيح عادية جدا ان هي تتعلق فيها المفاتيح وكده. شايفين شكلها قمر ازاي، وكل اللي شافها معايا فكر ان هي حقيقية مش اللي انا عاملاها بايديا ولا حاجة. تعالوا بقى اوريكم تاني استخدام ليها. استخدمتها كده كميدالية للشنطة، طلعت قمر قوي برضو. تقدروا بقى تعملوا لابوه باي لون انتوا حابينه وتنسقوه مع الشنطة بتاعتكم واللبس بتاعكم، او ان انتوا تستخدموها كميدالية اللي انتوا تحبوه. بجد طلعت تحفة، ليها استخدامات كتير. ممكن برضو ان انتوا تعلقوها في شنطة المدرسة او في المقلمة بتاعتكم او في الكشكول بتاعكم. لو انتوا مثلا بتحبوا اللي هي فواصل الكتاب دي ممكن تفكروا كده تحطوا شريطة ستان كده وتركبوها فيها. بجد برضو هتطلع شكلها قمر قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، حابه اسمع رايكم جدا وتقيموها كام من 10. وعادي جدا ان احنا نعمل لها مناخير او ما نعملهاش عشان انا بصراحه نسيت. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الافكار اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم الفتره اللي جايه. ولو حابين ان انا اعمل لكم شخصيات تانية من صلصال الفوم اكتبوا لي برضو حابين نعمل ايه المره اللي جايه. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا، سلام.